في تطور كبير جدا في حياة الناس عن عبد الله بن مسعود خلاص يا فاشل، انا جيت. السلام عليكم يا ابطال. النهارده هنكمل سلسله مثلث MIE، والسلسله اللي بنتكلم فيها عن العقليه والبيئه والابتكار. الثلاث حاجات دول قلنا ان هي من اهم العناصر في حياتنا، وانهم ممكن لو فهمناهم يغيروا مفهومنا عن الحياه. وخلينا نركز في العقليه، وبالخصوص الثقه بالنفس. الثقه دي هي اللي بتخليك تكمل في الحياه مهما كانت الظروف او حتى المعوقات اللي انت بتمر بيها. هنعرف النهارده يعني ايه ثقه بالنفس اصلا، وليه المقارنه بتقتلك، وازاي تبني ثقه بنفسك من غير ما تكون مغرور. انا يوسف عصام، وهدفنا في القناه دي ان احنا نحقق اهدافنا ونطور من مهاراتنا بافضل شكل واسرع وقت ممكن. حابب اولا نشكركم على اي حاجه انتوا بتعملوها، اذا كانت من مشاركه او حتى تعليقات او اي حاجه. دي من الحاجات دي كلها انا بشوفها. الثقه بالنفس ببساطه هي انك تكون مؤمن بقدراتك، وتعرف انك تقدر تنهي اي حاجه مهما كانت الحاجه دي صعبه ولا لا. بس المهم تكون عارف قدراتك الأول، وهنتكلم عن القدرات أكتر في فيديو خاص بيها عشان نكون فاهمين القدرات بمعنى تفصيل أكتر. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم ببساطة عن القدرات. لو في ماتش ملاكمة بين اتنين، وليكن مثلا خبيب معروف بقدراته المهولة وإن هو من أقوى الملاكمين في العالم، استحالة تجيب قدراته لشخص تاني. فهو ببساطة قدر يتمرن ويوصل لقدرات عالية جدا، فاستحالة تجيب قدراته لقدرات حد تاني ما اتمرنش ولا قدر يوصل للقدرات بتاعته. فده ببساطة مفهوم القدرات، انك تكون فاهم انت الساعة التفكيرية بتاعتك قد ايه، والقدرة عشان انك تنجز الحاجة دي عاملة ازاي. فدي المفروض انك تكون فاهمها اصلا. بس ده معناه مش بالضرورة انك تكون مثالي، ولا تكون فتاك في الحاجة اللي انت بتعملها، او تكون مبدع بطريقة غير طبيعية. الفكرة كلها فكر بطريقتك واعمل الحاجة بطريقتك، وخليك دايما فاكر ان مفيش حد اتولد بالقدرة دي. الموضوع هو فيه ان هو قدر يتعلم ويحسن التعلم بتاعه. العلم بيقول ان الثقة بالنفس بتيجي من التجارب. يعني انت لما بتقعد تمارس تجارب كتير جدا، من الحالة دي انت بتقدر تجيب ثقة بالنفس. هديك مثال بسيط. لو انت مثلا دخلت الأوضة بتاعتك ورحت جاي دايس على زرار الكهرباء، هل ممكن لما تدوس على زرار الكهرباء ما تنورش؟ اقول لك ببساطة جدا ان ممكن ما ينورش في حالة لو اللمبة بايظة، او حالة ان في حاجة غلط اصلا في الكهرباء. لكن هو الضروري والصح ان اللمبة تنور، لان دي بالتجربة وبالعادة اصبحت ممارسة، واصبح فيها تجربة، واصبح ان عندك القدرة والثقة. انت لما تدوس على الزرار بالتالي النور ينور. فانت من اول ما اتولدت انت بتدوس على زرار الكهرباء ده، فانت ثقتك زادت مع الوقت انك لو دوست على الزرار اصبح بالتالي النور هينور. ودي حاجة بقت بديهية ومش محتاجة انك تفسرها. ولو حصل عكس كده تعرف ان في مشكلة. اتمنى تكون الفكره دي وصلت وتفهم المضمون منها. زي دراسه من جامعه هارفارد بتقول لك انك لما تركز على انجازاتك بدل اخفاقاتك، دي بتزود من ثقتك في نفسك، وبالتالي هيبقى عندك ايمان كبير في الحاجه اللي انت بتأديها، وطبعا ايمان كبير في نفسك. كده المفروض انت تكون فهمت يعني ايه الثقه بالنفس، وفهمت تفصيل المفهوم عن الثقه بالنفس. ليه المقارنات اسوء عدو للثقه؟ المقارنه يا بطل هي بتاكل ثقتك بنفسك واحده واحده وانت مش حاسس. لما تقارن نفسك بحد تاني او امكانيات حد تاني، دايما هتحس ان عندك نقص. منها التيك توك طبعا والانستجرام بيوريك طبعا ان الحياه كلها بامبي وزاهيه، وفي تطور كبير جدا في حياه الناس اللي حواليك، وانت تحس ان انت محلك سر، ما بتأديش اي حاجه ولا بتعمل اي حاجه. وده بالعكس تماما عن اللي انت بتشوفه في نفسك. لما تلاقي حد عنده شغل افضل، شكل افضل، او حتى فلوس اكتر، ده مش بالضروري ان هو يكون افضل منك انت. بس خليني اسالك، انت بتقارن نفسك بحد ليه اصلا؟ انت عارف قصته كلها او عارف تفاصيل حياته كلها؟ هو بالعكس هو بارز بعض الامور اللي حابب يكون شكلها كويس. خليني احكي لك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان جسمه ضعيف جدا وساقه نحيفه. في يوم كان طالع على نخله، والصحابه شافوا ساقه وقد ايه هي نحيفه جدا، فلما شافوها قعدوا يضحكوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما اثقل في الميزان من جبل احد. عبد الله بن مسعود ما كانش مهتم بشكله، كان واثق في نفسه وقدراته وقيمته. وده مثال عظيم جدا لينا، ان احنا نبقى فاهمين قدراتنا ومقدرينها جدا، وقد ايه الراي اللي حواليك مش ممكن يكون مؤثر لو انت واثق من قدراتك. حاليا بنشوف ناس زي نيك فوجيستيك اللي اتولد من غير اطراف، بدل ما يقارن نفسه بالناس ركز على قدراته وبنى حياه مليانه انجازات. قول لي ايه الاستفاده من المقارنه، وايه اللي بيحصل لما تقارن نفسك بحد او تقارن حد بنفسك؟ اولا كده انت بتقلل من قيمتك او بتقلل من قيمته، فبالتالي بيحصل تنافر بين الاثنين. لو انت بتقلل من قيمتك فانت يحصل لنفسك خنوع او ضعف في شخصيتك. لما بتقلل من قيمته هو بيحصل عندك تكبر وتعالي. طب ايه اللي بيحصل؟ المفروض تبص للبني ادمين كلهم بمستوى افقي، بمعنى بص لهم بطريقه انك شايفهم افقيا، شايف ان حياتهم كويسه وكل حاجه، بس انا ما اعرفش كل تفاصيلها، ما اعرفش هم بيمروا ايه في يومهم، ما اعرفش هم حياتهم عامله ازاي. كل اللي انا شايفه ده مجرد ظاهر، ما تعرفش الباطن فيه ايه. طب لو انت شايفه افضل منك،
ايه اللي بيحصل تاني؟ انت بتزرع جواك حقد بيولد عنه امور كتير جدا ممكن تكون مضره على الشخص اللي قدامك او مضره عليك انت بالتبعيه. والعنصر الاهم انك بتضيع وقت بدل ما تركز على نفسك وتركز على قيمتك، لا بتركز على اللي حواليك ومش مهتم باللي تقدمه لنفسك من تطوير او من اي حاجه تانية. حتى لو كانت قدراتك ضعيفه ما تطورها، القدره تقدر تتطور. انا مش بتكلم عن المهاره. ازاي ابني ثقتي بنفسي؟ اول حاجه خليك واعي بقدراتك، اكتب كل الحاجات اللي بتميزك حتى لو كانت الحاجات دي صغيره جدا. مثلا انك تقدر تسمع الناس كويس، دي من ضمن المميزات المهمه جدا في اي شخصيه بتتطور، انه يقدر يسمع وتعطل ناس كتير في مشوارها. فركز على نقاط قوتها. اتنين، وهقولها تاني عشان قلتها في اول فيديو بتاع ستيف جوبز، لو ما شفتوش روح شوفه، انك بتخاف من الفشل. اتخلص من خوفك من الفشل. الفشل جزء من الحياه، من كل تفصيله بتعيشها، من كل حاجه بتمر فيه. كل الناس بتفشل. الفرق الوحيد ما بين الناجح وغيره ان الناجح بيقدر يتعلم من الفشل ده. خلاص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله، في ايه يا فندم؟ يا بس فاشل. تتعلم مهارة جديدة. كل مرة بتتعلم أو بتثقل مهارة عندك، ثقتك بنفسك بتزيد عشان أنت قدرت تتقن الحاجة دي وتنجزها. زي الدراسة اللي أنا قلتها لك، التجارب هي اللي بتصنع الثقة. حدد أهداف صغيرة وابدأ حققها. ابدأ بحاجات بسيطة، شوف إيه المهمة الصغيرة اللي تقدر تنهيها في حياتك اليومية وهتلاقيها بتصنع الفارق وبتزود ثقتك في نفسك. حط نفسك في بيئة إيجابية من الناس اللي حواليك ليهم تأثير كبير عليك. زي ما قلنا في حلقة العلاقات، لو حواليك دايما ناس بيحبطوك يبقى عندك صعوبة في إنك تبني ثقتك في نفسك. حاول تكون وسط ناس بيأمنوا بقدراتك أو على الأقل بيحفزوك ببساطة. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة، عايزين نطلع ايه طيار؟ ستة، خليك رياضي. الرياضة بس مش بتخليك قوي جسمانيا، لا دي بتخليك قوي في التركيز، وبالتالي هتبقى عندك تفكير قوي جدا. 7، ودي أهم عنصر عشان كده خليتها الأخيرة، ودي للناس اللي بتتفرج للآخر، وهي قرب من ربنا. لما تبقى واثق إن ربنا معاك في كل خطوة بتعملها، ده هيديك دفعة وتبقى فاهم إنك مش محتاج أي تحفيز من الخارج. في دايما واثق ان ربنا شايف المجهود اللي انت بتقدمه والحاجه اللي انت بتعملها، ودايما خليك فاكر الايه. قبل ما نختم، في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لك برضه، انك تكون متغلب على كل الافكار السلبيه. اكتر حاجه بتكسر الثقه بالنفس الافكار السلبيه. خليني اقول لك ان مش كل فكره سلبيه هي صح. طب اتغلب عليها ازاي؟ اول حاجه راقب افكار. كل مره تحس بفكره سلبيه او تجيلك اي هفوه بالافكار السلبيه، اكتبها وشوف الفكره دي حقيقيه ولا مجرد خوف. حول السلبي لايجابي. كل مره تجيلك فكره انا مش بعمل الحاجه اللي عليا او مش بأدي الحاجه اللي انا بعملها بشكل كويس وبالتالي انا ببقى فاشل فيها، لا حولها انا بتعلم من التجربه دي وابدا افهم المشاكل اللي مريت بيها في التجربه دي. تالت حاجه الدعاء. الدعاء من اهم الحاجات اللي بتبني ثقتك في نفسك وبتخليك قادر انك تتغلب على اي فكره سلبيه بتجيلك، لانك بتدعي وواثق ان ربنا هيحقق لك الدعاء بتاعك ده. خلينا اتحداك النهارده، اكتب هدف انت كنت عايز تعمله بس خايف من قدرتك على تأديته، وخد فيه اول خطوه صغيره. مش لازم تنجح من اول مره بس لازم تبدا. شاركني رايك في الحلقه وقول لي ايه الحاجات اللي ممكن نطورها في القناه، ولو محتاج حاجه معينه اقدر اساعدك فيها اكتب لي وانا على طول برد. في النهايه زي ما قلنا في الاول، الثقه بالنفس مش حاجه بتتولد بيها لكنها حاجه بتبنيها مع الوقت. لازم كل مره تحاول، مش مهم تنجح او تفشل، لان الفشل بتاعك ده بياخدك خطوه لقدام. اتمنى تكون استفدت حاجه من الحلقه دي. شكرا ليكم واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.